قلتله انت اتجننت، هو انت عايز تركب هنا؟ ده بنت هتخش علينا دلوقتي حالا. مسكني من ايدي وسحبنا على الحمام ورفع هدومه. يا لهوي، اول ما رفع هدومه كنت خلاص، كنت رحت في عالم تاني، وكنت بحسد بنتي ده، حطبها ده، خطبها ظبطها. ياما كان نفسي في واحد زي ده من زمان. طبعا كنت بقول كده في سري وفي نفس الوقت. وأول ما خلع هدوم عيني جت على العصاية بتاعته، عصاية كبيره كده وحلو وليها راس كبيره، وكانت تحس إنه منفوخ. كان جامد بصراحه. ولما مسك إيدي ووداها ناحية عصايته أنا كنت برتاش. وفي المرة دي أنا كنت حاسه إن في ضيف بتنطر مني. أهلا وسهلا بكم في قناة حكايات هند. النهاردة معانا حكاية جديدة وأتمنى تعجبكم. لو بتحبوا الحكايات الغريبة والمختلفة ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بتحكي صاحبة القصة وبتقول: أنا اسمي نرمين وعمري 35 سنة. أنا اتجوزت وأنا صغيرة قوي، وجوزي الله يرحمه توفى في حادثة، وكنت وقتها عندي 33 سنة، وكنت مخلفة بنت واحدة اسمها نسرين. تخيلوا بقى لما تبقى واحدة زيي في شبابي وجمالي، وبقالي 5 سنين محدش لمسني. وأنا أصلا كنت بحب العلاقة دي قوي، وكنت بعمل كل حاجة مع جوزي. هو بصراحة كان مهنيني ومكفيني ومروقني في كل حاجة. كنا بنعمل كل حاجة مع بعض براحة، وأحيانا في اليوم مرة واتنين. كان مكفيني ومش مخليني محتاجة حاجة. عشت معاه أجمل أيام حياتي، لدرجة إن أحيانا من كتر اللي بنعمله كنت بصحى الصبح مش قادرة أمشي. وفي مرة كنت رايحة أزور أمي، وهي لاحظت الحكاية دي وقالت لي: مالك يا تهاني، هو انتي ماشية كده ليه؟ قلت لها: لا مفيش يا ماما، بس رجلي بتوجعني شوية، يعني عندي تسلخات من الحركة. وعشان أمي كانت ست كبيرة في السن ضحكت كده ابتسامة خفيفة وقالت لي: ملفه على أمك يا تهاني، ربنا يهنيكي يا بنت. وقتها حسيت إني متكتفة من أمي ومعرفتش أرد عليها. تخيلوا معايا كل ده، وفجأة لقيت نفسي وحيدة، والحرمان بياكلني أكتر وأكتر. كنت طول الليل بتلوى على السرير ومعرفتش أنام. اللي فيا بفضل أحضن في المخدة وأحاول أعمل حاجات يمكن تبرد نار اللي جوايا، بس ده ما كانش بيحصل. بالعكس، كنت حاسة إن النار بتزيد جوايا. لحد ما جاء ياسر طلب يد بنتي للجواز. هو شاب وسيم زي العسل وطوله بعرض. أول لما شفته جمع أهله علشان يخطبوا بنت نسرين، وأنا مش عارفة إيه اللي حصل لي بصراحة. ما كنتش عارفة أنزل عيني من عليه. وأنا ساعتها استغربت قوي من نفسي. معقول ده اللي بيحصل لي؟ ده عريس بنتي. ورغم كل ده معرفتش أهرب منه. صحيح ياسر كان أكبر من بنتي بكتير، وكان قريب مني في السن، بس أنا على أي حال حماته، فإزاي أفكر فيه بالطريقة دي؟ وحسيت إن هو كمان لاحظ اللي أنا حاسة بيه، وبقى يهتم بيا أكتر من بنتي اللي هي المفروض خطيبته. بيجيب لي هدايا أكتر من العادي، وبيتكلم معايا بطريقة مش زي ما يكون حماته. لا مش معقول. أي ست ممكن تفهم الحكاية دي؟ الاهتمام والمشاعر وطريقة الكلام والنظرات من تحت لتحت، خصوصا لو كانت في مناطق معينة. لا لا، هو مش فاكرني حماته خالص. الموضوع ده كان بالنسبة لي شكله تاني. وما أقول لكمش على اللي كان بيحصل لي وقتها من الكلام والاهتمام ده، خصوصا النظرات الطفولية من تحت لتحت. كانت بتحسسني بأحاسيس كنت خلاص فقدتها. أي ست بتحب تحس إنها حلوة وإن في حد لسه عايزها. الكلام ده طبعا انتم فاهمين. كنت كل شوية حاسة إني مش مفروض أكون أم. أنا أم حقيرة قوي. إزاي أفكر في حاجات زي دي مع خطيب بنتي؟ طيب لو بنتي عرفت أو حست بحاجة هتشوفني إزاي؟ وهتقول عليا إيه؟ كنت أرجع عندهم وأقول لنفسي: عقلي يا بنتي بلاش هبل. لحد ما في يوم وكانت نسرين وقتها في الكلية، الباب هبط. فتحت الباب ولقيت ياسر. طبعا رحبت بيه وقلت له: إزيك؟ أخبارك إيه؟ وقلت له: اتفضل خش. قلت له: ده حتى نسرين لسه ما جتش من الكلية. قال لي: على فكرة أنا عارف إنها في الجامعة، أنا جايلك إنتي. قلت له: تشرفني يا حبيبي، اتفضل في الصالون، غير هدومي وجايلك على طول. وقتها كنت لابسة هدوم البيت، كان لبس مكشوف وكان بيظهر كل حاجة. كنت في المطبخ وفجأة لقيته بيقولي: مفيش داعي، خليكي مرتاحة، مفيش حاجة تستحق القلق. أنا رديته عليه وقلت له: لأ طبعا أنت مش غريب، دلوقتي بقى جزء من العيلة. قعدت معاه في المكان اللي كنا فيه، وكنت قاعده زي ما أنا مبسوطة، لكن حسيت إنه كان في البداية مرتبك شوية. نظراته كانت غريبة،
مش قادرة أشرحها. كان في حاجة مش واضحة في عيونه، وكأنه كان بيحاول يخفي حاجة. وفي لحظة مفاجئة فجأة قام وجا قدامي، وأنا كنت قاعدة على الكرسي وهو قاعد على ركبتيه قدامي. مسك إيدي وقال لي: بصراحة أنا بحبك، طول الليل بحلم بيكي، مش قادر أوقف التفكير فيك. كان كلامه مفاجئ جدا، وأنا في اللحظة دي ما كنتش عارفة أتحرك ولا كنت قادرة أتكلم. كنت زي اللي مش قادرة تسيطر على نفسها. شعرت بمشاعر متضاربة، وكان في إحساس غريب جويا، ومش عارفة إزاي أواجه الموقف ده. حاولت أسيطر على أعصابي وقلتله في نفس الوقت: إيه الكلام ده يا ياسر؟ أنت عارف كويس إنك زي أخويا، وإنت مش غريبة عليا، وإنت كمان جزء من العيلة. إزاي تقول كلام زي ده؟ لكن في الوقت ده لقيته بيقرب مني أكتر، مسك إيدي تاني وبسها وقال لي: أنا عارف إنك حاسة بحاجات زي اللي بحس بيها، مش لازم نكذب على بعض. أنا متأكد إنك بتحس بنفس الشعور، ومش هنتظاهر تاني. في اللحظة دي حاولت أقوم وأبعد، لكن لقيته مسكني من وسط حضني، وأنا في الوقت ده مش حاسة بنفسي، مش حاسة بإنني قادرة أوقفه. فجأة لقيت نفسي في حضنه، وكان الوضع مش طبيعي بالنسبة لي، لكن مش عارفة ليه ما قدرتش أوقفه، وكأن العقل مش قادر يسيطر على المشاعر في الوقت ده. في لحظة تانية حسيت إنه كان بيبذل مجهود عشان يرضيني، وكان هو كمان في نفس الحالة، وكان جوايا مشاعر مختلطة. بعد ما سحب نفسه ولبس هدومه قال لي: لازم أمشي دلوقتي، وهكلمك علشان نتقابل تاني. وأنا في الوقت ده كنت مش قادرة أستوعب أي حاجة، كنت زي اللي مش فاهمة إيه اللي حصل. بعد ما خرج بدأت أفكر في كل حاجة، إزاي الموقف ده هيأثر على حياتي وحياة عيلتي. كنت مش قادرة أتصور إزاي ممكن أواجه بنتي أو أي حد لو عرفه، وكنت حاسة إن الوضع ده ممكن يغير كل شيء. لكن بالرغم من كل التفكير ده كنت مقدرتش أوقف نفسي، وكررنا المواقف دي أكتر من مرة. كنت في حالة ضعف شديدة، مش قادرة أوقف نفسي أو أرفض. وكل ما فكرت في الرجوع لشعور الحرمان اللي كنت حاسة بيه قبل ما يحصل ده، ما كنتش قادرة أتحمل الفكرة. كنت متعلقة بالشعور اللي كنت بحس بيه معاه، وكل ما كنت أفكر في الابتعاد كنت ألاقي نفسي مش قادرة أستغنى عنه. وبقينا بنعمل مع بعض يمكن أكتر من اللي كنت بعمله مع جوزي، وياسر عوضنا حرمان السنين. وفي يوم كنا مع بعض أنا وياسر، وكانت بنت نسرين في كليتها، بس هي تعبت ورجعت البيت بدري عن ميعادها. دخلت الشقة من غير ما نحس بيها، وكنا في الوقت ده في أوضتي، وفجأة لقيت نسرين فتحت الباب وتبص لنا في ذهول، وأنا وياسر في الوضع ده. بنتي شافتني وأنا على سريري مع خطيبها ومن غير هدوم، وبنعمل علاقة مع بعض. بنتي شافتني في الوضع ده وكمان مع خطيبها. الموقف كان رهيبا، ما خطرش على بالي وما كنتش قادرة أتخيله في يوم. ومن الصدمة نسرين وقفت مكانها من غير ما تتكلم حتى ولو كلمة واحدة، ولا حتى كانت قادرة تتحرك. وأنا يدوب غطيت نفسي وقلبي كان هيقف. وياسر كل اللي عمله لبس هدومه وهرج، ولحد دلوقتي ما شفتهوش تاني، مع إنه عدى على الموقف ده أكتر من شهرين. والمشكلة دلوقتي في بنتي اللي جالها صدمة عصبية من اللي شافته، ومش عارفة أعمل إيه. بنت هتروح مني، ولما لقيتها كده ولا بتتحرك ولا بتتكلم ولا حتى عايزة تاكل، فعلا أنا خفت عليها ونقلتها المستشفى. وهناك الدكاترة قالوا إن عندها صدمة عصبية شديدة، والموضوع هياخد وقت طويل. قالولي ما عليك إلا الدعاء ليها، وأنا خايفة بنتي يحصل لها حاجة. أنا أمها اللي المفروض تحميها، أنا اللي تسببت في قتلها كده، وخصوصا إن حالتها بتسوء يوم بعد يوم. وأنا حاسة إن أنا حقيرة قوي، وما استاهلش إن أنا أكون أم أبدا. وأنا دلوقتي تعبانة ومش عارفة أعمل إيه. يا ريت تنصحوني في الوضع اللي أنا فيه دلوقتي، وأعمل إيه وأتصرف إزاي. وأنا بجد ندمت على اللي عملته، بس شايفة بنت تروح مني وأنا السبب في كل اللي حصل لها. أرجوكم قولولي أعمل إيه وأتصرف إزاي. وجوزي عفوا وخط بنتي لحد دلوقتي عدى شهرين أو شهرين ونص وما شفناش وشها تاني، وبنتي في المستشفى ومش عارفة أعمل لها إيه ولا أتصرف لها إزاي علشان تفيق وترجع لطبيعتها تاني. بجد أنا تعبت، تنصحوني أعمل إيه وأتصرف؟ وبكده نكون وصلنا لنهاية قصتنا النهاردة. كانت معاكم هند من قناتكم. استنوني في قصة جديدة وحكاية مشوقة قريب جدا. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. سلام.